السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بألف صحة وخير. ان شاء الله النهارده هعمل معاكم وصفة جميلة جدا وسهلة وسريعة وبسيطة. بكيلو لبن ان شاء الله هنعمل سمنة بلدي في البيت، جميلة جدا وسهلة وسريعة وان شاء الله هتعجبك. قبل ما نبتدي الفيديو النهارده، يا ريت لو كنتوا اول مرة تشوفوا قناتي يا ريت تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل فيديو جديد انزله، وتقولوا رأيكم فيه ايه وتشجعوني وتدعموني. انا معايا كيلو لبن طبيعي، هعمل منه 2 كيلو سمنة في البيت. ايوه، هنعمل من اللبن الطبيعي سمنة في البيت نظيفة وحلوة وطعمها حلو وريحتها جميلة جدا جدا جدا. بس هنستعين مع اللبن ده بايه؟ مع اللبن ده هنستعين بسمنة صناعي. اي نوع سمنة صناعي عندك هاتيه. اي نوع مش هتفرق معانا، بس اهم حاجة يكون اللبن حلو ودسم ونضيف وجايباه من حد موثوق منه. ده اهم حاجة. احنا هنغلي اللبن طبعا الاول قبل ما نستخدمه. هو كان مجمد، انا طلعته يفك كده شويه وبعد كده هغليه. كيلو لبن على 2 كيلو سمنه علب، اي نوع اي نوع عندك، مش لازم يعني النوع اللي انا جايباه، اي نوع. هنبتدي بقى نغلي بقى اللبن، وبعد ما يغلي اللبن ويبرد شويه حطيت حله على النار. واهم حاجه تكون الحله اكبر من الكميه اللي هنستخدمها، يعني اكبر من كميه السمنه مع اللبن. اهم حاجة ان الحلة اللي هنستخدمها تبقى اكبر من الكمية اللي احنا علشان لما تغلي السمنة مع اللبن ما تدلقش من الحلة، تبقى حلة كبيرة. انا فضيت كل السمنة، كل العلبة كلها فضيتها في الحلة. طبعا انا عايزة اقولك، عايزة تكتري عايزة تقللي عايزة تعملي كيلو سمنة على نص كيلو لبن، مفيش مشكلة. عايزة تكتري تقللي ده براحتك، يعني الكمية براحتك. زي ما قلت لكم انا غليت اللبن وهبتدي احطه بقى هو على السمنة وهقلبه كويس قوي. وطبعا زي ما احنا عارفين احنا بنوطي العين، بنخليها يعني متوسطة، على نار متوسطة علشان ما تتحرقش معايا الحلة قبل ما اللبن يستوي ويمتزج مع السمنة. احط برضو كمان حبة ملح كده صغيرين، يعني قد ربع معلقة صغيرة ملح، واقلبها كويس قوي واسيبها بقى. اسيبها بقى على راحتها خالص لحد ما اللبن يتبخر ويدخل في السمنة ويديني النكهة الجميلة اللي احنا عايزينها، وينزل في القعر زي ما بالظبط ما بنسيح الزبدة بالظبط. قلبتها وسبتها على نار هادية، وطبعا ايدي لازم تبقى فيها على طول باستمرار، ما تسيبيهاش وتقعدي، لا ايدك على طول في التقليب فيها، تفضلي تقلبي على طول على طول بالشكل ده. هيبتدي بقى تغلي معايا ويمتزج كل حاجة مع بعضها، ويبتدي ينزل اللبن بعد كده لتحت، ويبقى معايا المرتة اللي احنا عارفينها، هتطلع معايا السمنة لفوق، وهتبقى سمنة صافية. زي ما انتم شايفين قدامكم هو ابتدى يغلي اللبن، بيعمل الريمة بتاعته لفوق كده، مفيش مشكلة. كل ده هينزل في القعر لما يتبخر اللبن ويتبقى معايا السمنة. يعني هتاخد لها مثلا على النار من نص ساعة لساعة حسب الكمية، يعني الكمية اللي انت حطاها كل ما تبقى قليلة كل ما هتخلصي بسرعة يعني، ويخلص بسرعة. بس كده اهو ابتدت اهو فصلت، بصوا السمنة فصلت عن اللبن ازاي بالشكل ده. وطبعا كل ده برضو هينزل في القعر، وحتى لو منزلش انت نبقى نشيله بالكبشة او حاجة او بالمصفى، مفيش مشكلة. بصوا السمنة فصلت بقت جميلة وريحتها حلوة قوي وطعمها كمان بالظبط بالظبط زي السمنة البلدي او زي الزبدة البلدي. ريحتها وطعمها تحفة جدا جدا. بصوا جميلة ازاي وصافية. سبتها تهدى كده شوية، وبعد كده جبت برطمانات ازاز. انت عايزه بقى تحطيها في علبه تبقى مغلقه كده ومحكمه الغلق، تمام. عايزه في برطمانات برضو براحتك. حطيتهم في برطمانين، بصراحه الريحه والطعم مفيش اجمل ولا اطعم من كده. بكيلو لبن عملنا 2 كيلو سمنه بلدي في البيت، ريحتها جميله جدا وطعمها اجمل واجمل واجمل. زي ما انتوا شايفين انا استنيتها بس تهدى شوية، وبعد كده حطيتها في البرطمانات. زي ما انتوا شايفين قدامكم كده، جميلة جدا جدا جدا. وهحطها بقى في التلاجة واستخدم منها. زي ما انتوا شايفين بصوا اهو المرتة اللي فضلت تحت حلوة قوي وجميلة وريحتها حلوة وسريعة وبسيطة ونضيفة. وعملنا 2 كيلو سمنة في البيت. على فكرة البرطمانات دي يعني كيلو إلا، بتبقى اتبقى حبة كمان عندي تانيين حطيتهم في طبق صغير كده. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، وشكرا لمشاهدتكم ليا، ومع السلامة.